السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. طلاب الصف الأول الإعدادي، برحب بكم. معاكم مستر محمود السيد English Teacher للصفوف الإعدادية والثانوية. كنا عملنا فيديو قبل كده واتكلمنا عن lesson 1 و 2 وشرحنا الفوكاب بتاعهم، وقلنا برضو في فيديو تاني شرحنا الجرامر، وكانت فيديوهات مهمة جدا وفيها تفاصيل. اوعى تفوتك، لازم ترجع وتشوف الفيديوهات السابقة علشان خاطر النهاردة هنتكلم برضو عن Unit 1 ولكن عن باقي الليسونز. هنتكلم عن lesson 3 4 and 5. Let's start. يلا بينا. طيب let's start as we said، يعني يلا نبدأ زي ما قلنا. النهارده معانا Unit 1 برضو لطلاب الصف الأول الإعدادي lessons 3 and 5. طيب let's start with the target key or vocabulary. What do we have? First we start with headphones، سماعات بتاعة الرأس. keyboard، لوحة المفاتيح. بعد كده microphone، ماوس، الفارة بتاعة الكمبيوتر. وعلى فكرة عايز أقول لك على حاجة. طيب دلوقتي كلمة ماوس دي أنت عارف يعني إيه؟ هتقول لي يا مستر يا مستر ماوس دي أخدناها يعني فار. ماشي، هي ليها معنيين. المعنى الأول ماوس اللي هو فعلا الفار، خلاص. وتخلي بالك من النقطة اللي أنا هقولها دي عشان دي نقطة مهمة قوي. طيب الماوس يعني فار، فار حقيقي كأنيمال يعني، تمام. وجمعها مايس، يعني تخلي بالك من النقطة دي. ماوس فار جمعها مايس، ماوس فار جمعها مايس. طب الكلمة التانية اللي عندنا هنا اللي هي كلمة ايه؟ كلمة ماوس اللي هي فارة الكمبيوتر. طب ايه ده؟ ماشي، ايه المشكلة برضو؟ اقول لك بقى المشكلة في ايه؟ ان احنا لما بنيجي نجمع كلمة ماوس اللي هي معناها فارة الكمبيوتر بيبقى جمعها ماوسز. تمام، يبقى هما الاتنين بيتساووا في السينجولار فورم، بيتساووا في المفرد، ولكن لما بنيجي نجمعهم المعنى بيختلف او الكتابة بتختلف. المعنى والكتابة الاتنين. نوتس بورد يعني لوحة اعلانات. برينتر اللي هي الطبعة، برضو برينتر طبعة مكررة تاني. طيب بازلز الغاز. سبيكرز اللي هي ايه السبيكرز؟ مكبرات الصوت، السماعات. طيب تاسكس مهمات. بعد كده ويب كام اللي هي الكاميرا الويب. وركر اللي هو العامل. وسكرين الشاشة. بعد كده ميستريز اللي هي الغاز او اسرار. ممكن اقول لك حاجة بخصوص كلمة worker. لو اخدت بالك ان انا نطقت الار خفيفة. ليه؟ لان احنا عندنا قاعدة انا بسميها او هي ممكن تكون اسمها circled R. طب ايه هي الار دي؟ ان احنا لما يكون قبلها one of the vowels A E I O U، اي حاجه من الخمسه دول قبل الار خفف الار شويه. ما بقولكش ما تنطقهاش، بس خففها. يعني عندي كلمه زي دي، هنا الار قبلها فاول، قبلها حرف الاي زي ما انت شايف كده. طيب هنا الاي ده من الخمسه فاولز وجاي بعده ار، يبقى الار هنحصل فيها ايه؟ بالظبط، هنخففها، هنقولها بالراحه. يعني هنا ايه النطق الصح؟ ان انا اقول لك سمارت ولا سمارت؟ سمارت بالراحه هتبقى سمارت. خلاص. ليه بقى هننطق الار خفيفه؟ عشان قبلها في فاول. حتى انت وانت بتيجي مثلا تسمع حد بيتكلم انجلش تقول ايه؟ الله ده البرونسيشن بتاعه تحفه. عارف ليه تحفه؟ عشان انا لما بقول له مثلا حاجه زي دي بسيطه هو بياخد باله منها قوي. ليه؟ لان طول ما انا بشرح هتلاقيني بديك نوتس كده صغيره. خلي بالك لما دي بنقولها مثلا ننطقها كذا، خلي بالك دي هتلاقيني بنقولها كذا بنقولها كذا بنقولها كذا. فانت تجمع بقى نوتس في البرونسيشن. النطق بتاعك مع الوقت لو انت بتهتم باللي انا بقوله ده هيختلف تماما، خصوصا لو انت بتتدرب على حاجه زي كده، او لو انت بتقرا بتطبق ده بالفعل، مش ان انت بتاخد المعلومه وخلاص، لا ابتدي طبقها. تمام. طيب بعد كده قلنا عندنا هنا worker عامل تاني. message رسالة. school work عمل مدرسي. trust يثق. notes ملاحظات. workbook يعني كتاب التدريبات. طيب let's move to the extra vocab. achieve ينجز أو يحقق. articles مقالات. board game لعبة لوحية. طب زي إيه؟ زي chess اللي هو إيه؟ الشطرنج. طيب بعد كده click ينقر، بيدوس على حاجة مثلا الماوس. closing اللي هي الخاتمة. لما انت بتكتب paragraph مثلا بتكتب الانترودكشن اللي هي المقدمة. then body اللي هو مثلا ايه الموضوع. when you write more details لما بتكتب تفاصيل زيادة. then we end with a conclusion.
بننهي بالconclusion اللي هي الخاتمة، وممكن برضه الconclusion نقول عليها إيه؟ نقول عليها closing. habits يعني عادات. later فيما بعد، يعني مثلا إيه؟ بسألك أنت تعمل الحاجة دي إمتى؟ فتقولي later. يعني إيه later؟ يعني فيما بعد، يعني وقت تاني. learning التعلم. arrow اللي هو السهم. بعد كده record بيسجل. reply to يعني إيه؟ يعني بيرد على حد. خلاص؟ خلي بالك هي مش reply، هي reply يعني هنا أهو. خلي بالك من دي. reply to يعني أكن مفيش إيه هنا. tools أدوات. فيديو كول مكالمة فيديو. bright مضيء أو ساطع يعني حاجة لامعة. بعد كده عندك اونلاين حاجه عن طريق النت. latest الاحدث حاجه جديده لسه. recent يعني برضو ايه؟ لسه حديثه مؤخرا. assignment الواجب. هتقول لي مثلا مش كان اسمه homework؟ هقول لك هو اسمه homework بالفعل، ولكن برضو بنقول عليه assignment. الاثنين صح. phrase عباره او جمله. boring يعني شيء ممل. spring الربيع. homework واجب منزلي. browsing تصفح الانترنت. team فريق. articles مقالات. ICT class يعني حصة الحاسب الآلي. طبعا انت في ابتدائي في برايم 6 كنت بتاخد ايه؟ الاي سي تي، ماده الاي سي تي. طب ايه هي الاي سي تي؟ اللي هي الكمبيوتر. خلاص نفس الكلام اي سي تي كلاس اللي هي حصه الحاسب الآلي. انكلود بيشمل او يتضمن. طيب حاجه بسيطه، تفصيله بسيطه معلش اقولها عشان لو حد مش عارفها. جنب كل كلمه هتلاقي حرف ان او في، ممكن تلاقي اي دي في، ممكن تلاقي اي دي جي هكذا. طب ايه الحروف دي؟ ده نوع الكلمه. طب يا مستر نوع الكلمة هل هو مهم؟ طبعا مهم. طب مهم في ايه؟ لان احنا الكلمة في الانجليش بيكون ليها نوع. زي مثلا ما بتقرا كلمة في العربي يقول لك ده اسم، ده فعل، دي صفة هكذا. ما هو الانجليش نفس الكلام. لما يقول لك ان يبقى الان دي اختصار ايه؟ اختصار noun. noun يعني اسم. الفي verb يبقى ده كده فعل. طب الاي دي جي دي كده اختصار adjective. adjective يعني صفة. طب الاي دي في adverb. طب الادفيرب ده اللي هو ايه؟ زي الظرف او الحال برضو. خلاص. طيب ولما تقابلنا حاجه تاني هنقول لكم عليها. في بي ار اي بي برضو ده preposition اللي هو الايه؟ حرف الجر. طيب let's move to the expressions and prepositions التعبيرات وحروف الجر. دلوقتي انا عندي هنا زي ما نبهت عليك قبل كده، قلت لك الجزء اللي هو بيبقى متلون بلون مختلف ده مهم جدا. طب واللون التاني اللي هو الازرق ده مش مهم؟ لا، ما هما الاثنين بيكملوا بعض. ولكن انا بقول لك ايه هنا؟ خلي بالك اكن في alert كده، يعني بنور لك كده يعني. فاهم حاجه؟ هو ده. طيب add articles and videos بيضيف مقالات وفيديوهات. around the screen حول الشاشة. بعد كده at the end of the day في نهاية اليوم. هيجي يقول لك in the end, on the end, of the end ولا at the end. خلاص احنا عرفنا انها at. do my homework أقوم بواجبي المنزلي. for my homework يعني ايه برضو لواجبي المنزلي؟ يعني مثلا what are you doing؟ I'm doing a project. أنا بعمل project as a homework أو for my homework. تمام. from the internet من الانترنت. in the evening في المساء. listen to music يعني ايه listen to music؟ يعني يستمع إلى موسيقى. make a video call أجري مكالمة فيديو. on my tablet على جهازي اللوحي. كنا احنا قلنا قبل كده في الفيديو بتاع الفوكاب، عايزك ترجع تسمعه، إن الأجهزة بتاخد إيه؟ on. بعد كده on the computer على الكمبيوتر. record the presentation بسجل عرضا تقديميا. طيب play online games ألعب ألعاب على الإنترنت. talk to يتكلم إلى. write back يكتب رد. write soon اكتب لي قريبا. take information from ياخد معلومات من. move around the screen يعني ينتقل على الشاشة. بعد كده search for the latest news. قلنا قبل كده كلمة latest معناها الأحدث، يبحث عن آخر الأخبار. check my phone screen أتحقق من هاتفي. أنا قلت لك قبل كده إن كلمة check يعني بتحقق من حاجة، بتأكد من حاجة، بفحصها مثلا. click on احنا قلنا قبل كده click يعني بيدوس، لكنه بيعمل كليك بالماوس كده بيضغط. click on بيضغط على. at least على الأقل. يعني مثلا how many pens do you want؟ بسأل ابني بقول له كم قلم أنت محتاج؟ فيقول لي at least 4. يعني إيه at least؟ على الأقل. يعني ما تجيبليش أقل من كده، لا على الأقل خليك في أقل حاجة 4. ف at least 4 مثلا. فده على الأقل. ممكن أكتر بقى. watch videos مشاهد فيديوهات. super helpful مفيد جدا. طيب let's move to the verbs. I told you before that we have
regular verbs and irregular verbs. يعني قلت لك قبل كده إن إحنا عندنا فرق ما بين الأفعال المنتظمة والأفعال الغير منتظمة. طيب what is the difference between them أو إيه الفرق ما بينهم؟ That in regular verbs we have to add d, ed, ied. Okay, like walk, walked, watch, watched, play, played, try, tried, and so on. Those are verbs, irregular verbs, which we have to add d, ed, ied. But now, what do we have? We have irregular verbs, أفعال غير منتظمة. طيب الأفعال الغير منتظمة دي هل بتضاف لها دي وإي وآي دي؟ لا، مش بتضاف لها دي ولا إي دي ولا آي دي. أمال إيه اللي بيحصل فيها؟ بنغير شكل الفعل خالص. لو إحنا عندنا مثلا كلمة go يذهب في الماضي اسمها إيه؟ went. بالظبط. كلمة sleep ينام في الماضي اسمها إيه؟ slept. طيب كلمة run يجري في الماضي اسمها إيه؟ ran. كلمة come يأتي في الماضي اسمها إيه؟ came and so on. طيب تعالوا نقرا كده الأفعال اللي معانا النهاردة. عندي فعل اسمه tell يخبر، ماضي told البيبي told. feel يشعر، felt. get يحصل على، got حصل على أو استلم. say يقول، said. write يكتب، written. طيب let's move to the synonyms and antonyms. عندي كلمة اسمها correct يعني صحيح، وتخلي بالنا إن دي adjective وتمشي verb، تمشي الاتنين according to the context، يعني على حسب السياق اللي أنت هتستخدمه. يعني مثلا ممكن أقول لك إيه؟ correct صحيح، وأنا بصحح لك حاجة. يعني مثلا إيه؟ this question is correct يعني تمام صحيح. ممكن أقول لك إيه؟ حد يسألني يقول لي what are you doing؟ أقول لك مثلا إيه؟ I'm correcting، أنا بصحح. فcorrect ده تمشي الاتنين verb و adjective. correct هي right صحيح، عكسها بقى ايه؟ wrong غلط. زي ما انا قلت لك قبل كده، ارجع لفيديو الفوكاب هتلاقي السينونيم والانتونيمز. synonyms اللي هي المعاني، antonyms الايه؟ مضاد. طيب نيجي بعد كده كلمة safe يعني آمن، protected آمن، عكسها dangerous خطير، حاجة مش آمنة يعني. online متصل بالإنترنت، connected عكسها offline. طيب كنا برضو شرحنا قبل كده الفروقات ما بين البريفكسز والسافكسز. ليتس كده ايه اللي هو يعني نورم اب نفتكرهم كده مع بعض. انا قلت لك ان احنا عندنا الكلمه بنقول عليها روت، الكلمه يعني اصلها روت. طيب لو احنا هنحط بريفكس، البريفكس ده بيكون قبلها. لو طلب منك سافكس، السافكس بيكون بعدها. تاني انا عندي كلمه اهو، كلمه هابي مثلا، جيت انا رحت قلت لك هات البريفكس. طب البريفكس ده اللي هو ايه؟ ان مثلا، يبقى ده قبلها unhappy، ادانا معنى تاني. فالبريفكس بيكون ايه؟ مقطع من حرفين او 3 أو 4 متضاف مثلا قبل الكلمه. ركز، قبل الكلمه عشان يديك معنى تاني. طب السافكس مقطع نفس الفكره بيديك معنى تاني، بس ما بيتحطش قبل الكلمه، بيتحط بعدها. خلاص يبقى ده الفرق بين البريفكس والسافكس. تعالى بقى كده نشوف هنا ANCE بتحول لك الفعل ان لاسم. طيب ال ANCE اهي موجوده هنا في الجزء ده، يبقى ده كده بريفكس ولا سافكس؟ suffix بالظبط. طب perform يعني ايه؟ يؤدي او يعرض شيء. performance الاداء او العرض. طب بعد كده عندك الاي ار بتحول لك الفعل لاسم فاعل، يعني speak يتحدث، speaker المتحدث او مكبر الصوت. طب عندك مثلا كلمه teach بيدرس. طب لما احط لها الاي ار teacher بقت المدرس. وصلت؟ play يلعب، احط لها اي ار player اللاعب. swim يسبح، swimmer السباح. وصلت كده؟ فالاي ار بتجيب لك اسم الفاعل، الشخص اللي بيعمل الحاجه دي. طيب التي اي او ان بتحول لك الفعل الاسم. يعني انا كان عندي كلمه inform يخبر حد بحاجه، لما خليناها information يعني ايه؟ معلومات، بقت اسم. طيب عندك كلمه want to سهله ما فيهاش حاجه، want to يريد ان بيجي بعدها verb infinitive. وعندك on the computer و in the computer. what is the difference between them؟ لما اقول لك on the computer على سطح الكمبيوتر، يعني on the فوقيه. خلاص؟ لما اقول لك in the computer داخل جهاز الكمبيوتر، جواه بقى الحاجه دي، الفايلات جواه مثلا. تمام؟ يبقى تاني ايه الفرق بين الاثنين؟ on the computer يبقى انا حاطط مثلا الموبايل بتاعي على الكمبيوتر. خلاص؟ in the computer يعني ايه بقى in the computer؟ جواه بقى الملفات اللي جوه. طيب at the end و in the end. ركز لي بقى في الفرق ما بين الاثنين دول. لو انا بقول لك انا بكتب باراجراف يا مستر وعايز اقول في النهايه حصل كذا كذا كذا،
تنفع الاثنين ولكن كل واحده ليها استخدام. لو انت هتستخدم في النهايه بشكل عام، في النهايه حصل كذا يبقى in the end، وتبدا بقى تكتب جمله كامله. طالما في in اكتب جمله كامله. يعني ايه جمله كامله؟ يعني فاعل وفعل subject to verb. خلاص. في النهايه يعني in the end علي went to home مثلا، او went home. في النهايه علي راح الى المنزل، جبت subject وجبت الverb. طب لو قلت at the end يعني في نهايه ايه بقى؟ يبقى انت مضطر انك تجيب noun بعدها، مضطر انك تجيب اسم. يبقى at the end of the school day، في نهايه اليوم الدراسي. خدت بالك انا لما حطيت at يبقى انا اضطريت ان انا بعدها اقول في نهايه ايه. يبقى at the end of the day، at the end of the holiday، at the end of the journey يعني في نهايه الرحله. فهتستخدم at قول لي في نهايه ايه. بص هنا اهو at the end of في نهايه ايه، ده كده اسم في نهايه شيء. بنقول بقى ايه هو. in the end بيجي بعدها جمله كامله يعني فاعل وفعل. طيب يجي هنا بيقول لك ايه latest news و late news. ايه الفرق بين الاثنين؟ latest news يعني احدث الاخبار، دي احدث حاجه. late news يعني اخبار جت في وقت متاخر يعني. خلاص. طيب كلمه help يساعد بيجي بعدها حاجتين، بيجي بعدها الفيرب infinitive او to infinitive. طب في فروقات؟ لا الاثنين صح. طيب يعني مثلا I help mom، انا بساعد ماما cook the food، تطبخ الطعام، ما قلتش to cook. وينفع اقول to cook، الاثنين صح. ف I help mom cook the food يعني انا بساعد ماما تطبخ الطعام، و I help mom to cook the food الاثنين صح. اوعى تلخبط نفسك ما تخافش، الاثنين بيساووا بعض. طيب تعالى نحل كده أسئلة على ما تم شرحه على الفوكاب. The in the factory wears a uniform. The مين هو اللي in the factory؟ factory يعني إيه؟ يعني مصنع. مصنع خلاص. He wears a uniform لابس زي يعني لبس and helmet وخوذة every day كل يوم. مين هو اللي لابس خوذة ولابس يونيفورم وبيشتغل في مصنع كل يوم؟ هل هو التيتشر؟ هل هو الدكتور؟ هل هو الدرايفر؟ worker يعني العامل. دلوقتي احنا في سؤال رقم 2 question number 2 يقول لك I write answers in my E after each English lesson. يعني انا بكتب اجاباتي في الاي بعد كل درس انجلش. عندي text book dictionary workbook e-book. طب ايه هو اللي صح؟ عندي workbook. طب ايه هو الورك بوك؟ عارف لما انت كنت بتاخد مثلا كتاب يقول لك ده كتاب ملون ولا كتاب ابيض واسود؟ مش عارف تحضروا حاجه زي كده ولا ايه؟ او فاكرين حاجه زي كده ولا لا؟ بس ورك بوك هو الكتاب اللي بيبقى فيه التدريبات اللي احنا بنحل فيه. طب ليه ما تنفعش تكست بوك ده اللي هو في الاغلب بيبقى كتاب شرح؟ دلوقتي ديكشنري اللي هو القاموس. خلاص. اي بوك ده كتاب على الموبايل اصلا. طيب we printed the science project using the new what at school. يعني احنا طبعنا الساينس بروجكت مشروع الساينس باستخدام الايه الجديد في المدرسة. ها ركز. يقول لك we printed طبعنا. طب طباعة يبقى احنا عندنا البرينتر. خلاص. بعد كده the children love solving يعني الأطفال بتحب ايه تحل fun ايه on the weekend. عندك بقى ايه الأربعة دول بتحب تحل ايه. فالسولف بنحل ايه بنحل puzzles. solve puzzles. طيب نيجي بعد كده question number 5 وبيقول لك ايه I always my best friend with my secrets. انا دايما ايه صحابي او صاحبي المفضل with my secrets بأسراري. انا دايما ايه بقى بترست. يعني ايه trust؟ يعني بثق فيه. يعني believe مؤمن بشيء، حاجة بؤمن بيها او بعتقد فيها. طيب انما like بحبه see اراه يقول لك with my secrets بأسراري. يبقى انا بعمل ايه trust. The music is loud يعني الموسيقى عالية because the ear are in high volume. خلاص. طيب يبقى دلوقتي الموسيقى عالية لأن إيه اللي عالي؟ اللي عالي هنا speakers. I used that to join the online science class. أنا استخدمت الإيه علشان خاطر أنضم للساينس كلاس. ركز بقى كده. I used the إيه عشان أنضم ليهم. بيقول لك printer, screen, mouse, webcam. هنا webcam. خلاص. طيب we saw that in the story. احنا شفنا ايه في القصة. ركز لي بقى. were hard to understand كانت صعبة ان احنا نفهمها. الدروس لا، notes ملاحظات لا، facts حقائق لا. يبقى ايه اللي تنفع؟ mysteries يعني الغاز. بعد كده
نيجي ل question number 9. خلاص يلا بينا نشوف بيقول ايه. put your on so you can hear the teacher. خلي بالك من حاجة بقى. هنا ركز لي اللي انا اقول لك عليه ده. ركز. هنا اول ما تشوف on انت هتاخد بالك او هتتلخبط في حاجة ان هي ايه؟ يا مستر on يبقى انا كده اشغلها. لا، هو قال لك put on. put on. put on يعني ايه؟ يعني ارتدي، البس، dress. اكنك مش تلبس هدوم او مش تلبس السماعه طبعا، فانت ايه بيقول لك بمعنى اصح استخدمها، البسها. طب ايه هي الحاجه دي بقى؟ so you can hear the teacher. طيب عشان تقدر تسمع التيتشر، اولا الميكروفون بعيد عن الموضوع. طيب الكيبورد برضه بعيد عن الموضوع. ايه الحاجه اللي انت هتلبسها علشان خاطر تسمع التيتشر؟ عندك السبيكرز وعندك الهيدفونز. ايه الفرق بين الاثنين بيطلعوا لنا صوت. الفرق ان السبيكر ده اللي هي السماعات الصب الكبير ده لو بيشتغل مثلا في مناسبه، في عيد ميلاد، ممكن تبقى سماعات كبيره، فرح، تمام، مش هتلبس السماعه دي كلها في ودنك. طب انما الصغيره اللي بتحطها في ودنك عشان تسمع التيتشر مين؟ الهيدفون. she looked at the عفوا she looked at the and typed the answer fast. يعني هي بصت على ايه وكتبت الاجابه بسرعه. she looked at the screen، بصت على الشاشه. he typed the sentence using his what quickly and correctly. يعني ايه الكلام ده؟ هو كتب الجمله باستخدام الايه بسرعه وبطريقه صحيحه. احنا بنكتب باستخدام مين؟ كيبورد. اللي بعده click with the to open the file on the computer. يعني كليك على الايه او دوس على الايه عشان تفتح الفايل على الكمبيوتر. كليك على الماوس. The on the wall told us the class rules. ايه هي اللي على الحيطه اللي قالت لنا الرولز؟ دلوقتي في بعض المدارس تيجي تدخل مثلا كلاس، جوه الكلاس inside the class او outside the class، تيجي داخل يقول لك مثلا في لوحه فيها ارشادات او تعليمات. خلاص، طب اللوحه دي بقى بيقول لك ايه؟ ايه هي اللي على الحيطه؟ told us قالت لنا the class rules. يعني ايه rules يا شباب؟ يعني قوانين الفصل. خلاص، فهتبقى النوتس بورد، لوحه الملاحظات، لان بيبر معناها ورقه، بورد معناها سبوره، دور معناها باب، فمالهاش علاقه. ساره left a short A for her friend on the desk. يعني ساره سابت A صغيره لاصحابها على الديسك. سابت لهم ايه؟ مسج. خلاص. طيب please complete the classroom. يعني من فضلك كمل الكلاس روم ايه before the bell rings. يعني خلص الايه قبل ما الجرس يرن. انت عندك الهوم ورك ده اصلا اسمه هوم ورك، يعني بتعمل في البيت. عندك بروجكت، المشروع ده مش شرط انه يخلص في الكلاس روم، ممكن يخلص بره. تاسكس، مهمات. ليسون، الدرس. طيب بيقول لك من فضلك كمل الايه، ركز قبل ما الجرس يرن، كمل التاسكس، كمل التاسكات. خلاص. طيب بعد كده the teacher wrote some helpful what on the whiteboard. يعني التيتشر كتب ايه مفيد على الحيطة؟ كتب notes. سوري انا قلت حيطة لكن هي whiteboard اللي هي اقصد يعني السبورة. خلاص. طب هو كتب عليها ايه؟ كتب notes. تكست ده اللي هو لو كتب مثلا قطعة كبيرة بقى وتكست قصة مثلا، لا يعني مش هيكتب يعني كده. خلاص بيكتب نوتس اللي هي الملاحظات اللي هو الشرح يعني. clues دليل على حاجة. marks يعني علامات او درجات، ملهاش علاقة. طيب دلوقتي احنا وصلنا لايه؟ وصلنا ل 3 و 5. Let's move to the next point. تعالى ننتقل للنقطة اللي بعدها، يلا بينا. طيب انتقلنا للجزء اللي بعد كده، والجزء اللي بعد كده اسمه ايه؟ اسمه parts of speech، يعني اجزاء الكلام. من شويه وانا بشرح لو انت كنت مركز معايا قلت لك ان كل كلمه ليها نوع. يعني في كلمه noun تبقى اسم، في كلمه verb تبقى فعل، في كلمه adjective تبقى صفه، وفي كلمه adverb تبقى ظرف، وهكذا. according to the word, according to the context, we know or we recognize the type. طيب هل في كلمة ممكن تنفع حاجتين؟ ينفع. خلاص. النهارده بقى دلوقتي أنا معايا إيه؟ معايا أجزاء الكلام. طب قبل أي حاجة إحنا محتاجين نبقى منظمين، فقبل ما ندخل على أجزاء الكلام أو أنواع الكلام أنا محتاج أعرف هما كام نوع؟ هما 8. خلاص؟ طب تعال نشوف إيه هما ال 8. The first one is noun، اسم. دلوقتي لو أنا عندي كلمة هسأل نفسي سؤال، أنا عايز أعرف نوعها. طب هل دي اسم حاجة؟ يعني بسأل نفسي. الناونز شامله بقى اسم اي حاجه في الدنيا حواليك. بص كده على اي حاجه حواليك ليها اسم، صح؟ طيب شوف الكلمه دي، هل دي اسم الحاجه؟ لو اسم الحاجه خلاص يبقى ده كده نوعها ناون، نوعها اسم. طب معلش يا مستر فهمني، يعني مثلا شامله اسامي اشخاص، حيوانات، نباتات، جماد، اي شيء حواليك. يعني مثلا هاجي دلوقتي اقول لك table،
table يعني ترابيزه. طب هي مش اسمها كده؟ يا مستر اسمها كده. طب خلاص يبقى ده نوعها اسم، خلصت. طيب محمود، طب هو ده مش اسمه كده؟ اسمه كده. طب خلاص يبقى نوع كلمه محمود ايه؟ نوعها اسم. واضحه؟ واضحه. طب لو جيت قلت لك مثلا happy يعني سعيد، هو انا ده اسمي؟ لا انا ما اسميش هابي. اذا هابي دي ما تنفعش noun، ما تنفعش اسم. فتفرق كويس قوي. يبقى اول نوع عندي اللي هو مين؟ الاسم. a name of a person animal thing or place. name الاسم يعني بتاع شخص او حيوان او شيء او مكان. خلاص اهو برضو مترجمه قدامك بالعربي. book ممكن تبقى كتاب، ممكن تبقى teacher، ممكن تبقى chair، ممكن تبقى Egypt، عادي جدا. وده اول نوع. طيب the second type، تاني نوع اسمه pronoun، الضمير. يعني ايه ضمير وايه فايدته؟ طيب الضمير ده عباره عن، عارف في العربي لما اقول لك هو وهي، هم، انتم، نحن، مش عارف ايه، هو ده الضمير. طب ايه فايدته؟ ان هو بيعوض مكان الاسم، عشان ما اقعدش اقول الاسم كل شويه. يعني لو بحكي مثلا قصه عن ولد اسمه علي، علي went to the zoo، علي راح الزو، راح حديقه الحيوانات. طيب المره اللي بعدها اقول علي took photos يعني التقط صور؟ لا، ممكن اقول he took some photos، هو التقط بعض من الصور. واضحه؟ فبالتالي مش هقدر اقول علي 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 كل شويه، لا نغير بقى، مره علي مره هي كده يعني. فبالتالي البروناون الضمير ده word used instead of a noun، يعني كلمه بتستخدم بدلا من الاسم. عندك مسائل او امثله: I she they it. طيب بعد كده انا عندي الفيرب يعني ايه؟ يعني فعل. طب اسال نفسي ايه هو الفعل ده؟ الفعل ده اي حاجه انا بفعلها في يومي. شوف انت بتعمل ايه في يومك، بتاكل، بتشرب، بتنام، بتلعب، بتسبح، سباحه. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ياكل ايت؟ يعني ايه يشرب درينك؟ طب ايت ده هل انا اسمي ايت؟ لا ما اسميش ايت. طب الايت ده حاجه انا بعملها؟ بعملها، يبقى ده فعل. كلام واضح. لو اسمك كده او مثلا الكلمه دي اسم الحاجه دي كده، يبقى ده نوعها اسم. دي حاجه انت بتفعلها، يبقى نوعها ايه؟ فعل. سبحان الله. طب لو ده مثلا بيعوض مكان الاسم، يعني بدل مثلا عمر قلت هي، لو مثلا ساره رحت قلت شي، فده كده ايه؟ ضمير، بروناون. احنا كده اخدنا 3 انواع. طب تعالى ناخد كده الفيرب ناكد عليه. بيقول لك a word that shows an action or state. a word that shows an action or state يعني كلمه بتوضح فعل او حاله. jump, ride, sleep, play. دي كده افعال. طيب بعد كده adjective اللي هي الصفه. طيب كلمه بتوصف الاسم. خلي بالك عشان انا عندي الادجكتيف والادفيرب الاثنين صفات. يعني ايه؟ يعني انا عندي الادجكتيف والادفيرب بستخدمهم عشان اوصف. الادجكتيف عشان خاطر اوصف اسم، الادفيرب عشان اوصف فعل. هوريك، هقول لك. يعني جيت دلوقتي قلت لك علي is، علي بيكون slow ولا slowly؟ slow بطيء، slowly ببطء، بيعمل الحاجه ببطء. علي بيكون بطيء ولا بيعمل الحاجه ببطء؟ تقول لي يا مستر عادي تنفع الاثنين. هقول لك طب ايه الحاجه اللي مذكوره؟ ما ذكرش الحاجه. فطالما انا بتكلم على علي بس يبقى خلاص، يبقى هو بطيء، علي is slow. طب علي كوكس، علي بيطبخ مثلا، او علي رانز، علي بيجري. انا ذكرت الحاجه هو اللي بيعملها، يبقى ما ينفعش اقول slow، اقول slowly، لان هو هنا بيوصف الفعل اللي هو بيقوم بيه. و this is the difference between the adjective and adverb. الاثنين صفات، الكلمات بيوصفوا. دي describes a noun، دي describes a verb. خلاص؟ عندي كلمة happy، blue، small، fast. بخصوص كلمة blue، كان في أحد الطلبة سألني قبل كده، قال لي يا مستر طب أنا عايز أعرف حاجة. في حاجات أنا ما بقدرش أحددها أو هي مش باينة فعلا، زي الكالرز وزي النمبرز، أنا ما أعرفش دي إيه. يعني مثلا كلمة blue، ما هو اسمه blue، هل هو noun؟ بص، كلمة blue ده كده لون. طب الألوان كلها والأرقام كلها adjectives، صفات. المهم بلو تعتبر ايه؟ adjective. طيب نيجي بقى للادفيرب، هتلاقي ايه؟ في علامه مميزه كده اخرها ال واي، طبعا مش كلهم ولكن اغلبهم. loudly، quickly، well، slowly. preposition يعني حرف الجر. a word that shows possession or relation under، between، near، on. يعني ايه الكلام ده؟ حرف الجر، حروف الجر في اللغه العربيه مثلا من والى وعن وعلى، الحاجات دي كلها. خلاص احنا نفس الكلام: in، on، at، from، next to، under، between، among، في حاجات كتير قوي. خلاص. طيب conjunction اللي هو الرابط، يعني كلمه بتربط لي جملتين. بدل مثلا انا عندي جمله واحط فول ستوب، بعد كده جمله ثانيه وفول ستوب، طب ما انا اخليهم جمله واحده طويله اربطهم برابط في النص. يعني مثلا
محمود likes fruit. محمود بيحب fruit. او بلاش يا سيدي اقول لك جمله تانية هحاول ابسطها لك. محمود likes fish. محمود بيحب السمك. تمام، هتحط فول ستوب. محمود likes rice. محمود بيحب الرز، وهتحط فول ستوب. طب كده جملتين وبقى شكلها رخم. طب انا ممكن اقول محمود بيحب السمك والرز، بدل ما تبقى جمله طويله كده مثلا جملتين تبقى جمله واحده. محمود likes fish and rice. فاصبح ان and هنا ربطت لي الجملتين ببعض، وصلت نفس المعنى بكلمه واحده. خلاص، اللي هي مين؟ اللي هي and. هل انا عندي and بس؟ لا، and معناها و في but لكن or او because لانه طبعا في روابط تانية كتير، لكن دي عباره عن امثله. بعد كده عندنا interjection. what are the interjections؟ سهله قوي. عارف لما مثلا ايه تمشي في مكان كده وتتخبط فيقول لك ouch. طب ايه ouch دي بقى؟ ouch اللي هو مثلا تعبير بيدل مثلا على التعب، بيدل على الخضه، ايا كان. طب مثلا لو احنا فرحانين هنقول ايه؟ نقول واو، هوراي، هكذا بقى. فدي كلها عباره عن تعبيرات بتبقى مميزه قوي ان في اكسكلاميشن مارك بعدها، يعني في علامه ايه؟ تعجب، زي واو، او، اوبس، هوراي، هكذا يعني. خلاص، ودول كده ال8 انواع، يبقى احنا كده قلناهم اهو. خلي بالك، ركز بقى. noun verb adjective adverb preposition conjunction interjection. ناقص واحده. فين راحت؟ فين؟ مين اللي ناقصه؟ تعالى نرجع نتاكد تاني. احنا قلنا الادفيرب والادجكتيف قلناهم. البروناون انا مش شايفها. البروناون اللي هي وشي وات والكلام ده، ودي امثله عليهم. تقدر تاخد سكرين شوت لو انت عايز. طيب دلوقتي بقى معادنا مع ايه؟ مع the story time. ايه هو الستوري تايم ده؟ يعني بارت بيكون موجود معانا في اليونت. تعالى كده نقرا ونشوف، وبعد كده نحل اسئله مع بعض. برضو بيبقى متكون من فوكاب. خلي بالنا الفوكاب ده زي ما قلت لك قبل كده عباره عن بنك انت ماشي عمال تعبي 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 في البنك بتاعك. كل ما انت البنك بتاعك يبقى قوي، كل ما ايه اللي هيحصل؟ هتبقى انت اقوى، وهتبقى انت مستريح اكتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قلت لك برضو قبل كده، لو انت معاك في البنك 10 مليون دولار هتبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ هتبقى مبسوط. خلاص، ليه؟ هتجيب اللي انت عايزه، ما تتشقلب كده. هو نفس الكلام في الانجليش، لو انت معاك كلمات كتيره جدا هتتشقلب كده في الانجليش. خلاص، تعال نشوف. عندك كلمه appear يعني ايه؟ يعني يظهر. بعد كده كلمه wait يعني ينتظر. طيب spinning يعني بيدور، حاجه دواره بتلف يعني. calm هادئ. kind عطوف. bright light ضوء لامع. cheerful مبتهج. worried يعني قلقان قلق، يشعر بالقلق. بعد كده عندي كلمة ايه؟ ability قدرة. classroom فصل دراسي. وكلمة nervous يعني عصبي. test يختبر أو اختبار. magical يعني شيء سحري. طب بعد كده عندك كلمة ايه؟ كلوز مفاتيح الحل. دلوقتي لو واحد بيحقق في قضيه، ضابط مثلا مفتش كرومبو، فيبتدي يدور على ايه؟ يدور على كلوز. يعني ايه كلو يعني مفتاح حل القضيه. طيب بعد كده عندك ايه؟ encourage يعني بيشجع. بعد كده looked مغلق. collaborate بيتعاون. compete بيتنافس. بعد كده shy خجول. خلاص، بعد كده group مجموعه. enter يدخل. new جديد. excited يعني متحمس مثار. shining لامع أو يلمع. stay curious يعني يبقى فضولي. make an announcement يعني يقوم بإعلان. وفي floating puzzles يعني ألغاز عائمة، يعني ألغاز كده في العموم يعني. طيب magic سحر أو شيء سحري، تنفع noun تنفع adjective. positive يعني شيء إيجابي positive. طيب challenge يتحدى أو تحدي. succeed ينجح. room حجرة أو غرفة. teamwork عمل جماعي. children أطفال. village قرية. بعد كده عندك discover يكتشف. exciting مثير. glowing يعني يلمع أو متوهج. أنا عارف إن في ترند داير كده ما بين الشباب الصغير يقول لك أنا عملت glow up الفترة اللي فاتت. glowing أهي. طيب نيجي بعد كده ال expressions and prepositions، تعبيرات وحروف الجر. work together يعملون معا، يعني بيشتغلوا مع بعض. بعد كده عندك eager to يعني راغب فيه، يعني عنده الرغبة انه يعمل الحاجة دي. eager to يعني يقول لك I'm eager to study، يعني عندي الرغبة ان انا اذاكر فعلا. طيب on the wall يعني on the wall يعني على الحائط. بعد كده filled with مملوء بيه. وكلمة walk through يعني يمشي خلال، و ready for جاهز ليه. شايفهم؟ طيب بعد كده عندك كلمة
look nervous يبدو عصبيا. solve the challenge يحل تحديات. whatever came next يعني أيا كان ما أتى بعد ذلك. clicked open يحدث طقطقة عند الفتح، يعني مثلا تيجي تفتح الحاجة دي بتعمل طقطقة كده، بتعمل صوت. share ideas بيشارك أفكار by working as a team من خلال العمل كفريق. طيب each other كل منهما بعضهم البعض. think carefully يفكر بحرص. show responsibility يظهر المسؤولية. unlock the mysteries يعني بيحل الألغاز ويكشف الأسرار. طيب حبايبنا الحلوين، ودلوقتي يجي وقت الستوري. خلاص تعالى بقى نعرف كده ايه الستوري دي. القصة بتدور حوالين مين هم الشخصيات، بيقولوا ايه، كل التفاصيل دي هنعرفها دلوقتي. طيب الشخصيات عندنا مستر آدم اللي هو السيد آدم، سارة، عندنا عمر، وعندنا لينا. خلاص طيب بيقول لك لمستر آدم مين هو؟ the teacher who introduces the magic classroom يعني المعلم اللي بيقدم الفصل السحري. خلاص طيب هي بتدور حوالين magic classroom يعني فصل سحري يعني. سارة a curious and eager student who likes teamwork يعني بنت فضولية ومتحمسة بتحب العمل الجماعي. طيب عمر a shy student يعني طالب shy. يعني ايه shy؟ يعني خجول. خلاص هو was nervous at first اللي كان متوتر في البداية. لينا a supportive friend يعني بنت supportive، بنت بتدعم كده طول الوقت. who encouraged عمر كانت بتشجع عمر. خلاص طيب بص يا سيدي chapter 1 translation يعني chapter 1 القصة الأحداث بتاعتها أول فصل. بيقول لك إيه بقى؟ in a cheerful village يعني في قرية مبهجة فيها بهجة كده. the children loved discovering new things. خلي بالك إن عندك كلمة love. خلاص love أهي فيها جاي بعدها ing. discovering new things يعني الأطفال بيحبوا يكتشفوا حاجات جديدة. one day في يوم ما their teacher المستر اللي كان اسمه مستر آدم made an exciting announcement يعني عمل إعلان مثير جدا. فقال لهم إيه يا ولاد next week we will enter the magic classroom. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأسبوع الجاي إحنا هننضم للماجيك كلاس روم أو هندخل الفصل السحري ده يعني. فالمهم to succeed you need to show responsibility and work together. علشان تنجح انت محتاج تظهر responsibility يعني مسؤولية and work together واشتغلوا مع بعض، محدش يشتغل فردي. طيب بيقول لك the children were curious and excited يعني الأطفال كانوا كانوا curious يشعروا بالفضول و excited يعني كانوا متحمسين. when the day came لما جه اليوم they walked into a glowing door دخلوا في باب كده زي ما انتم شايفين الباب ده منور كده and found themselves in a room filled with mysterious items. ولقوا نفسهم في أوضة مليئة بالitems المysterious يعني mysterious يعني زي لغز كده، حاجات غامضة يعني أشياء غامضة. shining books كتب منورة and magical clues وفي دلائل كده سحرية. وعلى الحيطة on the wall message read كان في رسالة بتقول إيه only those who collaborate and stay curious can unlock the mystery. يعني كان في رسالة مكتوبة كده على الحيطة بتقول إيه فقط هؤلاء اللي هم هيفضلوا فضوليين وهيتعاونوا وهيقدروا إن هم يفتحوا اللغز ده. طيب اشتغلوا مع بعض كتيم. بيقول لك سارة اللي كانت دايما عايزة تتعلم who was eager to learn قالت لهم let's think carefully. طب تعالوا نفكر كده بحرص and work together. تعالوا نشتغل مع بعض. عمر who sometimes felt shy عمر اللي كان أحيانا بيحس إنه شاي خجول looked nervous يعني كان يبدو عليه إنه nervous التوتر when his friend لينا encouraged him لما صديقته لينا شجعته. طيب he said قال لها إيه بقى we will do it together خلاص هنشتغل مع بعض. طيب أول تحدي بقى هما بيحلوه أهم. بيقول لك إيه بقى their first challenge was a locked box يعني كان صندوق مقفول. ده كده أول تحدي صندوق مقفول. they shared ideas and solved the riddle يعني قعدوا يحلوا ويقولوا أفكار كده مع بعض وفي الآخر حلوا الريدل زي فزورة مثلا by working as a team لما اشتغلوا مع بعض كفريق. as a box clicked open أول ما الصندوق فتح a bright light appeared يعني على طول ظهر لهم نور and a new challenge was waiting وظهر لهم تحدي تاني. they smiled ready for whatever came next يعني ابتسموا وكانوا جاهزين بقى عايزين يشوفوا التحدي اللي جاي. طيب بيقول لك بقى هنا يعني بعد ما بكتب لك كده خلاص الشابتر مترجم عربي وانجلش كل حاجه تمام، بعمل لك كده ملخص كده سريع. بيقول لك the children studied in a cheerful village school يعني بيدرسوا في مكان مبهج. their teacher مستر آدم المستر بتاعهم اللي هو اسمه آدم told them they would enter the magic classroom قال لهم ان انتوا هتدخلوا الفصل السحري. قال لهم to succeed عشان تنجحوا they needed to show responsibility and teamwork محتاجين انهم يظهروا مسؤولية وعمل جماعي. they entered the glowing door يعني دخلوا باب بيلمع
into a magical room في أوضة سحرية with books and clues وفيها كتب وفيها clues أدلة. A message on the wall يعني كان في رسالة على الحيطة said only curious and cooperative students can solve the mystery. يعني الرسالة كانت بتقول فقط الطلاب اللي هم هيتعاونوا وعندهم فضول عشان يحلوا مشكلة هم دول اللي هيعدوا من اللغز. سارة encouraged everyone to think and work together. يعني سارة كانت عمالة تشجع الكل عشان يشتغلوا مع بعض وبيتلم الشمل. عمر felt nervous يعني عمر كان حاسس بالتوتر but لينا supported him قالت له انسى التوتر ده انت هتبقى كويس and he joined the team وانضم للفريق. Their first challenge was a locked box يعني أول تحدي ليهم كان صندوق مقفول which they opened as a team اللي هم فتحوه كفريق لما حلوا اللغز. When the box opened لما الصندوق فتح a bright light appeared ظهر لهم ضوء كده جميل and a new challenge was waiting وكان في تحدي تاني منتظرهم. والشابتر انتهى على كده they smiled ready for the next adventure يعني ابتسموا مستنيين التحدي اللي بعده. مش بس كده بقى أنا عملت لك الشابتر وبعدها عملت لك ملخصات لأهم العناوين في الشابتر أو أهم الأحداث وبعد كده عندك كل سؤال وإجابة بالترجمة بتاعته. What was Mr. Adams' advice to the children؟ يعني إيه الأدفايس بتاعته للأطفال؟ إيه النصيحة بتاعته؟ Mr. Adam told the children قال للأطفال to show responsibility إن هم يظهروا مسؤولية and work together ويعملون مع بعض. What do children need to succeed at school؟ محتاجين إيه عشان ينجحوا في المدرسة؟ Children need responsibility محتاجين مسؤولية and teamwork وعمل جماعي to succeed at school عشان ينجحوا في المدرسة. What did the children love doing at school؟ يعني إيه اللي كانوا بيحبوا يعملوه في المدرسة؟ بيقول لك the children loved discovering new things at school يعني كانوا بيحبوا يكتشفوا حاجات جديدة في المدرسة. طيب بعد كده how did children feel on a challenge day أو مثلا كانوا حسوا إيه في يوم التحدي؟ The children felt curious حسوا إن هم curious عندهم فضول عايزين يسألوا أسئلة كتير and excited on challenge day وكانوا حاسين بالحماس. What did children find in the magic room؟ لما دخلوا الماجيك روم لقوا إيه بقى؟ إيه الحاجات اللي شافوها؟ The children found mysterious items يعني لقوا حاجات لغز and magical clues وكلوز أدلة سحرية. What was written on the wall in the room؟ يعني إيه اللي كان مكتوب على الحيطة بتاعة الغرفة؟ The wall said يعني الحيطة بتقول only those who collaborate and stay curious فقط هؤلاء اللي هم بيتعاونوا ويفضلوا فضوليين can unlock the mystery هم دول اللي يقدروا يحلوا اللغز. Who was shy and nervous at the beginning؟ مين اللي كان خجول وكان متوتر في البداية؟ بالظبط عمر هو اللي كان خجول في البداية. Who helped عمر feel brave and confident؟ مين اللي ساعده بقى عشان خاطر يثق في نفسه تاني؟ His friend لينا. لينو لما قعدت تشجعه قالت له لا انسى أي حاجة وانت تبقى كويس. Helped عمر feel brave and confident. How did the team solve the first challenge؟ يعني ازاي حلوا أول تحدي؟ يقول لك the team solved the first challenge by sharing ideas لما قعدوا يتشاركوا الأفكار and working together. What happened when the box finally opened؟ يعني حصل إيه بقى لما البوكس الصندوق اتفتح؟ A bright light appeared يعني ضوء ظهر and new challenge was waiting for the children. إنه كان في تحدي جديد استنى الأطفال. وبعد كده عندك أسئلة إيه للهومورك تقدر كده تاخدها سكرين شوت. خدها سكرين شوت أي خدمة يعني عشان تتدرب برضو إيه لوحدك في البيت. خلاص أخدتها؟ طيب أسئلة تانية critical thinking تقدر برضو تبص عليها وتاخدها سكرين شوت. دي أسئلة critical thinking برضو عشان أوضح لك يعني إيه critical thinking. هي مش هيسألك على أحداث بقى يعني هيقول لك إيه رأيك لو كان حصل كذا طب أنت تفتكر مثلا وجهة نظرك إيه في النقطة الفلانية and so on. خلاص هي تقدر تاخدها عادي جدا تقدر تشوفها. طيب وفي برضه homework أسئلة homework على critical thinking زي ما أنت شايف ممكن تاخد دول الأول. تمام بعد كده هنا خلاص تعالى بقى نحل كده شوية choose عشان نحل كتير في choose لأن احنا استرسلنا كتير في القصة. لينا is always to learn something new every day. يعني لينا كانت إيه عشان يعني تتعلم حاجة جديدة كل يوم فكانت eager يعني عندها الحماس لده. There was a big map كان في خريطة كبيرة in the classroom. كانت موجودة فين بقى الخريطة الكبيرة دي؟ كانت on the wall. خلاص يعني كانت على الحيطة. The team was for the second challenge with big smiles. يعني كان إيه بقى الفريق؟ بيقول لك إن الفريق كان علشان تاني تحدي second challenge يعني تاني تحدي بابتسامات
هل هم كانوا متاخرين ولا كانوا خايفين ولا كانوا جاهزين ولا غضبانين؟ كانوا جاهزين طبعا. هو انا ليه مش بكتب؟ طيب انا قلت هنا eager وهنا on the wall وهنا ready. طيب بيقول لك they worked together to aid the challenge، يعني هم اشتغلوا مع بعض عشان يعملوا ايه في التحدي؟ عشان خاطر يحلوه to solve. Suddenly the box opened and a bright light came out، يعني فجأة الصندوق فتح وايه بقى اللي طلع؟ بيقول لك suddenly the box ايه open خلاص and a bright light came out. فكر فيها كده. ركز. خلاص جبتها؟ clicked open. يعني ايه بقى clicked open؟ دي احنا قلناها من شويه، اللي هو لما حاجه بتفتح بتعمل طقطقه عند الفتح. clicked open اللي هو كده اللي انا بعمله ده. ما علينا. طيب السؤال الاخراني he must responsibility by doing his homework every day. he must ايه؟ لازم يظهر مسؤوليه ان هو بيحل الهومورك كل يوم. he must show. خلاص طبعا اسئله عليها كتير جدا زي ما انتم شايفين على احداث قصه الفصل الاول اهو، لسه في كتير جدا عليها زي ما انتم واخدين بالكم. في تنوع في الاسئله، في true false وفي choose وفي critical thinking وفي comment who said this، يعني مين اللي قال ده لمين. احنا مش جايين نهزر، خلي بالك مش جايين نهزر. تمام؟ يعني لازم طلابنا كده تبقى اقوى حاجه. ودي باراجرافات الخاصه باليونت، وبعد كده هنخش على الجزء الخاص بالامتحانات. طلاب الصف الاول الاعدادي يعني كنت مبسوط جدا وانا بحاول ان انا اسمبليفاي او ان انا اوضح لك الحاجه. اتمنى ما اكونش ضيف تقيل على قلبك، اتمنى اكون وضحت لك بقدر المستطاع يونت 1. اتشرفت جدا بيكم. اتمنى لو انت فعلا استفدت ولو معلومه تقدر تشاركنا في التعليقات كده، اكتب لنا انت مثلا اتبسطت ولا لا، تجربتك كانت كام، قيمها من 10، اعتبر نفسك يا عم فود بلوجر واكتب كده رايك. خلاص برضو اتمنى ان انت تشارك ده. ممكن لو انت الحاجه دي حتى لو انت عارفها ممكن لما انت تشاركها مع حد تاني يستفاد منها. خلاص وتكون اخدت الثواب وانا برضو اخدت الثواب. وبس شكرا ليكم وشكرا لوقتكم وجود باي.